عندي سؤال مهم عايز اساله لك قبل ما عشان هنختم. حضرتك كنا بنتكلم على الوطنيه والدكتور اسماعيل بيتكلم على الوطنيه. واضح ان حضرتك بتتعرض حضرتك شخصيا بتتعرض لحملات، يعني الدكتور علاء صادق طبعا والاستاذ احمد سعد، يعني واضح ان هم بيتكلموا على حضرتك في الجزيره مباشر. يعني احمد سعد عيل نصاب، احمد سعد عيل نصاب عليه شيكات من غير رصيد، واخد بالك، وجالي المكتب وانا طردته من مكتبي، واخد بالك. فهي عمليه شخصيه. اتنين، علاء صادق ده راجل كان جاي عايز يعمل فوق نادي الزمالك وانا نائب رئيس بتاع ده تقويه المحمول، وجايب شركه بتاعه رعايه واخد فيها سمساره، فطردته من المكتب. شوف، ورحمه امك يا علاء لو كانت ماتت وعايشه، لو كانت عايشه يعني، انت واحمد سعد لو رجاله انتوا الاثنين انزلوا مصر. لو انتوا رجاله وفي شنبات ومش لابسين مايوهات انزلوا مصر، خلاص. وحياه امكم لعلقكم من رجليكم على باب بيوتكم انتوا الاثنين. الراجل ينزل مصر، انما عارف العيال الصغيره اللي بتجري عماله تقل ادابها بره. يا احمد لو انت راجل لا ينزل بلدك. لكن ده لسه لغايه دلوقتي مش قال في الاخبار. فين رئيس مجلس اداره الاخبار؟ ده الناس في غيبوبه. اللي عمال يشتموا بلدهم دول. طب انتوا بتشتموا ببلاش شهاده انت وهو ولا بتقبضوا؟ احكي على ست مراتك الطلاق. لا خلينا بس، لا بص حضرتك سياده المستشار بعد ما وديتك. طب بص عشان احنا لازم نختم. هقول لحضرتك حاجه بس. هقول لحضرتك حاجه لما بقول انا ما اقدرش. والكلام ده سياده المستشار انا هسال حضرتك سؤال دلوقتي، وده يعني ما اقدرش. على فكره ما بشوفهمش والله، ما بشوفهم. ليه بقى؟ ليه يا فندم؟ لا انا هتفرج على. طيب بص يا سياده المستشار، انا يعني انا راجل رياضي انا راجل رياضي في الاخر يا فندم، وعايز اسال على اهم حاجه في الموضوع دلوقتي. نعم؟ اوعى تقول لي لا انا عايز اعرف 5 صفقات، اخر 5 صفقات حضرتك عملتهم. لا انا عايز اعرف اخر 5 بس سريعا والنبي يا سياده المستشار. محمد عبد الوهاب سريع. لا معلش يا سياده خلينا بس محمد